راح الان انتقل لك كلمه مثلا واجي فيها من الافستا للبهلويه للكرديه الحديثه. مثلا في الكرديه الحديثه احنا عندنا نفيست يعني كتبه. اذا رجعنا لورا للبهلويه راح تصبح نفاشت. اصلا اجت منها كلمه نفشت باللغه الكرديه اللي هي الرقيه يعني. مثلا اذا ترجع للافستا راح تصبح نبيس. بالافستا ن لوحدها هي حرف يعني يدخل على الافعال. الصوت ن بمعنى داون يعني بمعنى داون. وبيس يعني رايت. الترجمه كاتبين تحتها رايت داون. نبيس اصبحت نفاشت في الكرديه الحديثه اصبحت نفشت بمعنى الرقيه. واصبحت نفيست يعني كتبه باللغه الكرديه الحديثه. الان لما انا اجيت مثلا ورأيت مثلا في اللغة الكردية نفيست نفيستن نفسوك مثلا بمعنى قلم. ولكن هذا النص اللي نحن نكتبه شو هو باللغة الكردية؟ يعني نص انت كتبته وانتهيت منه. شو هو باللغة الكردية؟ هاي الكلمة تصوروا ان هي مفقودة من الكردية ولكنها موجودة بالعربية. كلمة نص أخذت من هذا الجذر اللي هو نوس أصبحت نص. بالضبط. انت هيك تسوي ثوره، انت ثائر. تصور كلمة نوس أصبحت نص اللي هي الآن مفقودة باللغة الكردية. تصور مع أنه كل اشتقاقاتها موجودة. نفيست نفيستين نيفسوك بمعنى قلم. انا هلا لو بالكردي قلت الواحد حكى كلمه بدي اقول صح، قلت له صح، راح يقول لي انت صح. هاي تقول صح، هاي تتكلم عربي لا يا استاذي؟ صح موجودة بالفعلوية صح. موجودة رحم الله بالأستاذ. سهيد صح يعني صحيح في اللغه البهلويه. وويلي علينا احنا شو فاقدين من تاريخنا ومن لغتنا يا سيدي. وأكثر من هذا أستاذ مشتاق. الآن عندما أنا مثلا بالدراسة والتمحيص يعني توصلت لهذا الأمر. استطعت أيضا أني أشتق الكلمات الأخرى اللي هي تلزمنا بالكردية. يعني مثلا المقطع شو هو باللغة الكردية؟ المقطع داخل النص مثلا. بما أني أنا الآن أعدت كلمة نوس بمعنى نص للغة الكردية. الآن أصبحت بكل سهولة أقدر أقول بارنوس بمعنى باراجراف. بارنوس. بالضبط. رايت كيف حلينا مشاكل كثيرة. اتيمولوجي يعني الدراسة الوصفية الدراسة التاريخية. وبنفس الوقت أعدنا الكلمات المفقودة وبنفس الوقت اشتققنا الكلمات الأخرى اللي نحن بحاجة إليها يعني اللي هي بارنوس بمعنى مقطع. التراث العظيم كله مفقود، ما عندنا اياه. مفقود. بيعرف عنه شيء. حدا من الاكاديميين الكرد بيكتبوا عنه شيء. تخيل قبل 400 سنه في واحد ايطالي اجى الكردستان قال اوب بس شويه درس عنهم وفهم منهم وسمع كلام، قال هذول الاكراد هم البارثيين القدماء. يا سيدي واكثر من ايطالي قبل 400 سنه كان اجى بس اجى قعد مع الكرد وفهم وضم، قال هم هذول البارثيين. والكردي ما يعرف حتى شو يعني بارثي، شو يعني اشكاني، شو يعني كذا. يعرف روما، يعرف الرومان، لكن ما يعرف انه البارثيين الكرد هذولا مرغوا الوف الرومان اهل روما في التراب على ايد قائد اسمه رستم سورين. اباد 7 فيالق رومانيه. الكل ما يعرف هذا. لما يسمع عن البارثيين بيقول هذول فرس، هذول الفرس. ايوه هذول ما يعرف انه رستم سورين وقائد بارثي وجد للكرد. الكرد يقدر يقول هذا جدي، هذا يرجع لي. اسمه، هيئته، تاريخه كله كردي. احنا محرومين من اشياء كثيره نتيجه لظروف كثيره يا استاذ. يا سيدي كيف الان مثلا في كرديتنا الحديثه بعض الاكراد يقولون ما هو. وانا اشك انه احد من الاكراد في اي جزء من اجزاء كردستان يعرف بالدقه ما معنى هذه الكلمه. سيقول خنزير ولكن لا يعرف بالدقه ما معناها. لا يمكن معرفه معنى هذه الكلمه الا بالعوده الى الافستا. هو في الافستا الخنزير البري. وعندما تقول ما هو يعني انثى الخنزير البري. وانتقلت الى الانجليزيه. الان هو موجوده في الانجليزيه بمعنى خنزير. تصور. اصلح لك معلومه حبيبي الياس،
هو يقولون هو يعني الخنزير المتربي في البيت، اما الخنزير البري باللغه البهلويه يسموه وراز. اللي الكرد يقولون في كردستان الجنوبيه ايضا يقولون براز. نحن كمان نقول براز في غربي كردستان وشمالي كردستان ايضا. الخنزير البري يقولوا له شو اسمه براز وراء بالواو باللغه البهلويه اصبحت. احنا الكالور لازلنا نقول وراز، باقي الكرد يقولون براز. فهو الخنزير البري اللي مو متربي في البيت ويذبحوه عشان ياكلوه يعني. طيب كيف ممكن الآن الأكرادنا يقولون باجار؟ كيف ممكن إتيمولوجيا نفهم هذه الكلمة كيف أصبحت بهذا الشكل مثلا؟ كيف ممكن من دون العودة للبهلوية والآفستا مثلا؟ كيف؟ فاضل راح يجاوبك لأنه ما في كردي يعرف لا البهلوية ولا في كردي يعرف الآفستا. طيب لدينا القياس، عندنا بهدينان مثلا. طيب إذا قلنا باجار معناها هذه أصلها باه شهر يعني المدينة الفاضلة، باه شهر باجار بالضبط. طيب هل كلمة بناء على ذلك هل كلمة شارع عربية؟ أصلها شاري يعني الطريق الرئيسي في المدينة شاري. صحيح. لاحظ. طيب هل كلمة منطقة عربية أم كردية؟ قول. أصلها مان تاخ باللغة الكردية القطعة من الأرض، ومان يعني الإقامة يعني ماند الإقامة مان منزل أصلا مان لما بقول للكرمانج يا أساتذتي يا كرمانج، كلمة كرمانج هي في الأصل كرد ماند يعني منازل الأكراد، أرض الأكراد. وحتى في العربي بيقولوا ماند في اللغة البهلوية يعني المنزل مش البيت. البيت بيسموه خانق، اللي نقول خانو خانة خاني. البيت الفيزيائي اللي مكون من الحجر أو من الطابوق أو كذا، لكن المنزل بمعنى البيت والأسرة اللي تعيش فيها بيسموها ماند باللغة البهلوية. اللي الكردي لما يضايق بكردستان الجنوبية نحن بمناطق نقول خانو مان راح الخان يعني راح البيت، ومان وراح المنزل اللي هي العائلة اللي فيها. فكرد ماند يعني منازل الأكراد أو المنازل الكرد، عشان ما يزعل مني حدا، لأن العرب يكتبوه منازل الأكراد. كرد مان يعني منازل الأكراد. بمرور الوقت هاي الكلمة تتغير، الدال الأولى تسقط. إلياس خريج لغات وبيعرف في الفونيتكس الدال تسقط والدال الأخيرة تصير جيم. نعم. كردمان صارت كرمانج بكل بساطة، هي هكذا. الآن مثلا في الكردية إذا سئلنا كلمة بوشمان في اللغة الكردية بمعنى ندمان، كيف أصبحت هكذا ومن ماذا اشتقت مثلا؟ ما هو الجذر الأصلي لها مثلا؟ ماذا سنجيب مثلا؟ إذا لم ندرس البهلوية والآفستا لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال أبدا. او اشكوهاتي باشمان يعني تشتي باش مان معناه كرمانجيا كيف انت عاقل يعني مان هو العقل في الكردية القديمة مان من الافيستا هي جايه مان. لاحظ يعني مثلا كلمة هيومان باللغة الإنجليزية اجت منها. أواقد كرمانجيدا بوا هومن كرمانجيدا. طب أنا خذ جبرقو هو معناه حسنة يعني قنجة باشا، يعني هو باللغة الكردية القديمة معناها كويس جيد يعني. ونفسها بالبهلوية هو أسرو اللي صارت خسرو معناه هو الشنق جات هو الحالي خويا والشنق الحالي خويا. الشنق أفاكرنا الشنق هو البناء، وقت تبجيه هو الشنق يعني البناء الرائع يعني. نعم. طيب يا كردية، طيب يا كردية يا أكراد، وأنا مصر هنا على كلمة أكراد. لا تقولنا أكراد، أنا مصر هنا نزعل منك. إذا ما تتبعوا هذا لغتكم وتاريخكم كيف راح تعرفوا انتم مين، انتم شو هي لغتكم، من وين جايه، شو اصلها. يعني بتعرف ترقص على التيك توك وما بعرف شو، ما تعرف تاريخك. طيب اوكي استمريتوا 1000 سنه هيك، 1500 سنه هيك، طيب شو حجتكم اليوم؟ لاحظ أستاذ مشتاق، كلمة مان مئات الكلمات في الكردية
مشتقه من مان بمعنى العاقل، اللي اجت منها الكلمه الكرديه مانو يعني الانسان اللي اجى باللغه الانجليزيه مان انسان يعني، لانه الانسان يتسم بالعقل. تصور الاكراد من الاف السنين عرفوا ان العقل هو الشيء الاساسي الذي يميز الانسان، فاشتقوا الانسان منه. مان باللغه الكرديه القديمه معناها العاقل يعني الانسان يعني مشان هيك اول ملاك نزل على زرادشت شو كان اسمه؟ اول ملاك يا اخوي ما نعرف شبو بيجي. اول ملاك استاذ مشتاق نزل على زرادشت شو كان اسمه؟ والله انا ما بتذكر. طب احنا عندنا انجريمان اللي هو ملاك الشر. بالضبط. طيب وملاك الخير شو كان اسمه؟ والله ناسي بصراحه. احكي لنا اياه. فاهمانو يا فاهو او اصله باهو يا بهمانه جبرلوت كرمانجي دقلكي قيمتي عاقل بريها يا افقوتنا مان معناها العقل، وهي نفس الكلمه اللي اصبحت معناه اللي هي المعنى، يعني المعنى اللي اصبحت مينينج باللغه الانجليزيه. مينينج راست ومعنى بالعربيه. جبرقوت زماني كرديه بريده مينوغ هيا وميدوغ هيا جيتوغ عالمي ماديه ومينوغ عالمي معنويه، ايه عاقله يعني عالمي ايه مجرد دبجني ده مينوغ بالاوي ده دبجني مينوغ نعم. او هو معناه بكرمانجي كلمك اصيله حموز ماني دنيا جبرنا، وكتي عربي ده بو معناه وكتي انجليزي ده بو مينينج. تصور هنجي ولو قيمتي عاقل كرمانجي ده بريهابو جم كردا بريهابو كردا فيجن هامتنا قلنا بوشمان تشي افستا. عندما تذهب الى الافستا تجد انها باشيمان، لانه انت لما تندم على شيء عقلك يرجع يعني يندم، العقل يندم يرجع لورا يعني. احنا نقول باشيمان. مشان هيك بالانجليزيه كمان يقولوا ريجريت. هي العوده للوراء يعني ريجريت بالانجليزيه. بالضبط. عرفت شلون؟ يعني هاي باشيمان اللي هي بالافستا هي من كلمتين باشي ومان اللي هي العقل. بعدين صارت بالبهلويه بوش، يعني صيغتها قريبه من اللغه الكرديه الحديثه، ووصلت لنا بالعصر الحديث صارت بوشمان. بس لازم نعرف شلون اجت، يعني لازم احنا نعرف نقول شلون صارت بشيمان. احنا بكردستان الجنوبيه نقول بشيمان يعني نادم. يعني هلا مثلا لحد الان العرب يقولون فلان مسطول. طيب هاي مسطول منين اجت؟ هي من مست باللغه الكرديه، موجوده بالبهلويه بمعنى سكران يعني مست. الكرديه لا زالت يعني سكران. بقول لك ما في كلمه نستخدمها ما يرجع الى اصل بهلوي، وقبله طبعا ميدي، لكن الميديه ما عليها مصادر كثيره، لكن عندنا الافستائي يرجع للافستائي. اقدم لغه هندو اوروبيه هي الافستائي.